الراجل ده تحديدا ما انتش قادر تفهمه. ممكن تقف عنده كده وتقول ده بيضرب منشطات او بيضرب هرمونات زي البيج رامي وزي جي كاتلر وزي روني كولمان وزي الورداني وزي الدره وزي ناس كتيره جدا. لا، وممكن تقف في حته تانية وتقول ده بيضرب بامبويز اللي هو بيضربه ايه ابو دراع، واللي هو الماده اللي عامل الماده الزيتيه اللي بتدخل تعمل حواجز بين الانسجه العضليه عشان تديك شكل ايه، انتفاخ كده، لا انت عارف هو عضله ولا بالونه ولا ايه بالظبط، بس هو ملوش علاقه بالعضلات. اللي يخلينا نقول ان الراجل ده واقف في النص وانت في حيره من امرك وانت بتتفرج عليه، ان الراجل ده اوزانه حلوه، بيرفع اوزان حلوه، وشكل جسمه كفول بادي متناسق، يعني عضلاته كبيره، ظهره حلو، وسطه قليل، رجله كبيره، يعني وعنده قوه حقيقيه. لما جيت بقى اعمل فوكس شويه على اللي هو بيضربه، اكتشفت ان الراجل ده عامل غلطه غبيه قوي وانا زعلان عليه. اللي هو ما كانش محتاج ان هو يضرب بامبايز او سينازول خالص. ليه؟ لانه شايل عضلات حلوه وحجم عضلاته كويس واوزانه جميله، يعني هو صحته الله اكبر كويسه قوي. ليه تعمل في نفسك كده؟ يعني انت شايف وانت بتسحب اللات بول داون حجم الدراع عندك عامل ازاي؟ البالونه اللي انت ضاربها حتى لو كنت ضارب بكميه قليله عملت ايه في دراعك؟ طيب خلينا اوضح لك جزء مهم جدا ما بين الهرمونات بشكل عام اللي بيضربها 95% من لاعيبه كمال الاجسام اللي بيقفوا على ستيج. ليه؟ لان ده جزء من لعبه كمال الاجسام عشان يوصلك لحجم عضلي يخليك تنافس وتقدر تكسب وتقدر تنافس في بطولات وما الى ذلك. طيب المنشطات بشكل عام او الهرمونات هي خطر وعندها مشاكل صحيه كتيره جدا، لكن في الاساس هي اصلا مواد بيفرزها الجسم. يعني انت جسمك كراجل عندك التستوستيرون 95% منه بيتفرز من الجسم في الخصيه مثلا، ده بيكون مسؤول عن بناء العضلات وصوتك وتكوينك كراجل. فاهم قصدي ايه؟ فانت لو دخلت جرعه زياده من بره هتبقى الجسم هيقدر يمتصها عادي جدا ويساعدك في بناء العضلات، والجرعه دي هتفرق معاك في نمو الجسم وما الى ذلك. فانت لو دخلت بقى التستوستيرون والترامبولين والديكا والدينابول وكل مشتقات التستوستيرون وعملت سايكل مظبوط وبتاع زي اللعيبه، ايه اللي بيحصل؟ انك لو دخلت المواد دي بشكل منظم وبشكل مجدول وتحت اشراف مثلا معين وحد مختص فاهم، كده كده هتتضرر، مفيش مشكله خالص، بس هتبني عضلات والجسم هيمتصها بشكل كويس، هتكون جرعه، هتكون بالنسبه للجسم هيقراها كجرعه زياده، هيتعامل معاها وهيوظفها بشكل كويس. عشان كده الهايبرتروفي او الحجم العضلي اللي انت بتشوفه عند لعيبه كمال الاجسام بيكون نتيجه ان هو بيدخل جرعه من نفس الجرعه اللي بيفرزها الجسم، فبالتالي بيبدا يتطور وتشوف الحجم اللي انت شايفه ده. طب دي عضلات؟ طبعا دي عضلات، ودي عضلات حقيقيه وصحه حقيقيه 100%. والله اكبر لو دخل في حيطه هيفلقها 2، وبيرفع اوزان دبابات عندك زي ما انت شايف البيج رامي، زي ما انت شايف روني كولمان، زي ما انت هتشوف الناس دي بتشتغل اوزان حقيقيه وصحه حقيقيه ماشيه على الارض. طب دي ليها اضرار؟ ليها اضرار وخطر طبعا على الكلى والكبد وعلى الجسم وعلى كل الاجهزه الحيويه اللي موجوده فيه. وطبعا اللي بياخدها بيكون ماشي مع حد ومع مدرب مختص وبيعمل تحاليل دوريه وما الى ذلك علشان يتلاشى نسبه الضرر الكبيره اللي ممكن تعمل له مشاكل. طيب ايه الفرق بقى في البامبويز او السينازول؟ هنا بنشوف عضلات حقيقيه، وهنا بنشوف شكل جسم جامد، وهنا بنشوف شكل جسم متناسق، وبنشوف لعبه ليها مظهر حسن ومظبوط. البامبويز زي ما انت شايف الصور دي عباره عن تشوهات. عندك الشخص ابو دراع ده مثلا، شوف الترابيزيوس عامله ازاي، الكتف عامل ازاي، الباي عامل ازاي. فده لو جه يشتغل مثلا 5 كيلو مش هيعرف يشتغلهم، عامل زي مثلا طالع له جرح او دمل مثلا في دراعه في الحته دي، فالحته دي هتعوق حركتك، هتلاقي طول الوقت جسمك بيهاجمها، والموضوع مؤذي جدا ومأثر على حركه دراعك وعلى حالتك المزاجيه كلها. ده بالظبط اللي بيحصل. بياخد الاول الحاجه دي مين؟ معظم اللي شغالين في مجال الجارد او الحراسات. هو مثلا شخص ما عندوش ثقافه الرياضه، مش هروح كل يوم اتعب في نفسي لمده 3-4 سنين في الجيم واكل كويس واصرف فلوس كتيره جدا على التغذيه والمكملات والتزم ومش عارف ايه، مش هقدر اعمل كل القصه دي خالص، ولا هصرف الفلوس دي كلها. انا عايز امعلم اروح اقف الوقفه قدام النادي او قدام القاعه او كذا، ابقى شكلي حلو واخد 600-700 جنيه في اليوم او 1000 جنيه. هو حاسبها حسبه شغل، حاسبها كده اكل عيشي، ما انا ما عنديش شغلانه ثانيه او ما عنديش صنعه ثانيه. فيروح يعمل ايه؟
من غير بقى ما يفهم الضرر اللي ممكن يوديه للموت. واصله معاك كده؟ يروح يجيب فايل، الفايل ده اسمه اكس مثلا عشان الناس ما تروحش تجيبه، الفايل ده بيكون 100 سم، يبدا يضرب بقى بشكل موضعي، لا شويه هنا، لا شويه هنا، شويه هنا، شويه هنا، شويه هنا، بس ما يضربش في الرجلين. ليه؟ عشان هو مش فارق له اصلا الرجل يكون كويس، اهم حاجه يكون لابس البدله من فوق جامد. طيب هنا ايه اللي بيحصل؟ الماده دي بتدخل الجسم بين الالياف العضليه، الجسم يعني ما بيمتصهاش، الجسم بالعكس بيبدا يهاجمها كنوع غريب هو داخل اصلا الجسم انا ما اعرفوش، فبتبدا تاثر على المناعه، بتبدا تعمل حواجز بين الانسجه العضليه وتديني شكل البالونه اللي انت شايفه في الصور عند الناس دي. واصله معاك كده؟ طيب ده صح؟ لا. طب اقل ضرر فيها ايه؟ ان احنا نفتح عمليه جراحيه نبدا نشيل الماده دي، والماده دي بتاثر او بتعمل تليف في الانسجه العضليه اللي موجوده اصلا وضربت فيها، فبالتالي ممكن تشيل جزء من الباي او جزء من التراي او جزء من الترابيزيوس على حسب ما انت ايه ممكن تشيل. طيب الماده دي في حد بيعمل عملياتها؟ قليلين جدا جدا في مصر اللي بيقبلوا العمليات من النوع ده اصلا، فعشان كده تلاقي اللاعب ممكن يبقى باعت لكل الناس عشان يشوف حد يعمل له عمليه زي السكرينه اللي انت شايفها دي. طيب ايه اكبر ضرر ممكن يوصل له وبنسبه كام ممكن يموت؟ طبعا لما الجسم يبدا يهاجم الموضوع ده بشكل كبير ويبدا يحصل دم وصديد ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، يبدا يقطع جزء من اعضائه زي مثلا دراع او كذا، ده بيحصل، واوقات بيحصل انفجار، واوقات الجسم ما بيتحملش ده لو هو عنده شويه مشاكل تانية زي سكر او كذا او بتاع ممكن يموت فيها، زي ما شفنا ناس كتيره جدا في العالم زي واحد برازيلي او كذا والارجنتيني ده، الاثنين دول ماتوا برضه بسبب البامبويز ده. خلاص كده؟ طيب انت مطلوب منك كايه واحد بيروح الجيم او واحد ما يشتغلكش، لازم تفهم ان مفيش حاجه اسمها اكل عيشي اهم من صحتي، لان انا لو اشتغلت سنه ولا 2 و3 هموت، وممكن ابقى بشتغل عشان خاطر اجيب فلوس كتيره زي ما انت متخيل، وممكن تروح تصرفها كلها نتيجه حصيله. يعني انت لو اشتغلت في اليوم الواحد ب 1000 جنيه وخليك جامد وهتشتغل كل يوم 30 يوم، اشتغلت ب 360,000 جنيه، رحت عملت عمليه ممكن تصرف اكتر من كده وما تطلعش اصلا سليم. واصله معاك؟ فاحسبها حسبه عقل، حسبة انسان، حسبة واحد ما يستسهلش ولازم يشتغل على نفسه ويتعب علشان خاطر ايه؟ ياكل عيش بما يرضي الله. انا كده كده ممكن ببقى عايز اضحي بنفسي علشان عيالي، لكن اضحي بنفسي ان انا اشتغل اكتر، اطور من نفسي، استقطع من وقتي، ابعد عن شهوات كتيره جدا، لكن ما اروحش استسهل واضرب بقى ايه بامبويز واخلي صدري قد كده وبتاع واخلي نفسي مسخ وشكلي وحش وحياتي وحشه، وحتى كل الناس اللي حواليك هيكونوا برضو نابذينك، يعني مراتك وولادك وانت بالنسبه لهم برضو ما كاركتر وحش، بالظبط زي البنات اللي بتروح تنفخ شفايفها ومش عارف ايه وبتاع، ده كله مقرف بالنسبه لاي راجل، مش حاجه حلوه. فعيش برضو نفس التجربه، حط نفسك مكان مراتك كده وهي بتشوفك انت كراجل عايش الكاركتر ده، اكيد عمرها ما هتقبل تكمل معاك ومش هتحب الحياه دي. عشان كده ما تقولش اصل انا بضحي عشان ولادي وعشان حياتي وعشان مراتي، الكلام ده كله مش هياكل. عشان كده ما تدخلش في السكه دي. حد يقول لك تعالى وهي ملهاش اثر وبتاع، صدقني عايز يلطك زي ما هو اتلط، عايز ما يحسش ان هو لوحده، ملكاش علاقه بالسكه دي. عايز تشتغل جارد يا باشا، الجارد مش بس البلالين دي اصلا مش صحه. لو واحد عيل صغير جه ضربه لان اقسم بالله ما يعرف يسد معاه. ليه؟ لان هو اصلا عنده مشاكل في الحركه، مش هيعرف يمسكك، مش هيعرف يعمل ايه، عنده مشاكل في الاعصاب، عنده مشاكل في العضلات، ما بيتمرنش اصلا، ما بياكلش كويس، فبالتالي هو حته هيكل واقف قدامكم. مش بقلل منك او مش بقلل منك كجارد، بس انا بفهمك الوضع ازاي انت بتوصل له. خلاص كده؟ فالسكه دي مش سكتك. عايز تشتغل جارد، انزل اتمرن، كل كويس، اشتغل على اسلوبك الحركي، اشتغل على الفنون القتاليه، اشتغل على سرعه رد الفعل، اشتغل على حاجات كتيره جدا، ده هيزكيك ويخليك جارد كويس. لكن الشكل ده اوعى حد يضحك عليك ويجي يقول لك اصل انا هديك كذا او حتى هرمون او بتاع، الاثنين ابعد عنهم، لا ده سكتك ولا ده سكتك. ودايما اسال وافهم وتعلم، وما تخليش حد في جيمات بلدي او جيمات تحت السلم يجي يديك من اي فايل ملوش اسم ويبقى بيضرب لك موضعي بشكل عام او بيضرب لك في الالياء. الكلام ده كله مرفوض تماما، حاول تبعد عنه، ما تاخدش اي حاجه. صحتك ما فيش اغلى منها، لو حصل لك مشكله واحده هتمشي تلف حوالين نفسك وما فيش حد هيلحقك. مساء الفل.